5 دقائق من الجنون السعودي قدمها سالم الدوسري ورجال الأخضر أمام راقصي التانغو. المنتخب الأرجنتيني الذي جاء إلى قطر بحسابات وأحلام لا تعرف هواجسا تقول إن ميسي على موعد يتجدد مع الإخفاقات المونديالية. أخضر سعودي لا يعرف التصوف والزهد عندما يتعلق الأمر بصناعة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة. أثبت لاعبو السعودية أن حرب المستطيل الأخضر مهنتهم، فتعاملوا بذكاء تكتيكي ومصيدة تسلل أوقعت ميسي ولوتارو في حساب تقنية الفار التي ألغت هدفين للأرجنتين. بعد هدف أرجنتيني مبكر جاء من نقطة الجزاء بواسطة ليونيل ميسي، ظن الجميع أن صهيل خيول الأخضر سيهدأ بل سيصمت في رسالة قرأت على عجل، حيث كان التركيز الذهني والتحضير النفسي لسالم ورفاقه دليلا لا ينام في سيرة النصر التاريخي لأبناء المدرب هيرفي رينادا، فقد تمكنوا من امتصاص رهبة الموقف وصدمة هدف البدايات الذي كان عنوان الحصة الأولى الأبرز. شوط ثان دخله السعودي مدركا أن كل شيء قد يبدأ من جديد، وأن الأحلام في الوسيل مسرح المواجهة التاريخية ستفتح نوافذها لمن يؤمن بأن لا مستحيل في عالم كرة القدم. يأتي صالح الشهري في الدقيقة 3 من هذا الشوط ويحرز التعديل، رافضا أن تحاصر أحلامه بمرآة رجل اسمه ميسي. وبعد 5 دقائق من هدف التعديل يضع الدوسري بصمته في شباك مارتينيز بطريقة لا تليق إلا بنجم جاء من الهلال. بعد هدف سالم تدخل الأرجنتين في مرحلة سماع مزامير قديمة تذكرها بما حدث في كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا في العام 90، عندما خسرت مفتتح ذلك المونديال أمام كاميرون روجيه ميلا بهدف دون مقابل، لتدخل الأرجنتين في هستيريا البحث عن ريمونتادا تحفظ ماء وجه ميسي الذي يريد لقبا عالميا استعصى عليه مرات عديدة، ولكن السعودي أجبره على تجرع هزيمة تاريخية قد تجعل الأرجنتين تسير في هذا المونديال بين هاويتين إذا لم تستدرك الأمر في المواجهتين القادمتين أمام المكسيك وبولندا. فيما يذهب الأخضر رافعا راياته للقاء بولندا بحثا عن صناعة ربيع سعودي سيقف على قدميه في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفاندوفسكي يوم السبت 26 من هذا الشهر.